السلام عليكم، بونسوار توس، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. بسم الله. 125 غرام مارغرين بدرجة حرارة المطبخ، 2 مغارف صغار لبني، بيضة كاملة، 5 مغارف كبار سكر غلاس، خلطوا كل شي بيان مع الاول باش من بعد ما يطشش معنا هذاك سكر غلاس، ومن بعد نكملوا بالباتور. كي تخلطات كامل لي زانغريديون اللي معانا وتبدلت لا كولور تاعها كيما هكذا، دوكا نبداو نزيدو في الفرينه ونشا، نديرو 2 مغارف تاع نشا، مغرفه تاع فرينه، ونكملو. انا ديت لي 10 مغارف تاع نشا و5 تاع فرينه، وانتم كل واحد سا ديبون على حساب لا كاليتي اللي راه يخدم بها. 5 غرام تاع خميرة الكاطو، يعني الباكي راه فيه 10 غرام، نتوما قسموه على 2. هذه لاباط تاعنا جايه لي طريه، ما تشيحوهاش بزاف، على بالكم بلي فيها نشا وثم راح تنشف، دونك دوكا جوست ما تكملوا معاها، حطوها في ساشي باش ما تشحش معنا. هذا هو المول تاع اللي راح نخدموا به، كاطو تاع نشا ولا كاطو ضفيره بالنشا. كان طوندونس واحد الفتره هكذا، كاين اللي جاي قاسي كيما هكذا راح يكون شويه صعيب باش نخدموا به، وكاين هذاك اللي جاي سيليكون راح تنحى معكم فاسيلمون. دونك باش يتنحى معكم رشوه بشويه سافرينه، ما ترشوهش بنشا خاطر راح تيبس اكثر وتجيك اللي مشقه. عاودوا انفضوا الفرينه هذيك، حطوا لاباط، يسيو كيفاش تعدلوها بالموس، يعني ما تخليولهاش الحواشي هذوك، ومن بعد انا خبطها خبطات خفيف، دوك راح تطيح معنا نورمال. لهنا واش نوليو نديرو، نجيبو الموس نحسبو 5 خطوط كيما شتوني، نحسب هكذا ونقسم باش يجوني الحبات وكل قد بعضها. دوك ندير معاكم حبه ولا 2، دوك راح تفهموني اكثر. اللي تحب دير الحبه تاعها اكثر من هكذا تقدر دير حتى 6 7 مي 5 جا شكل تاعهم باهي ويعمر العين. فلوطو هذا لازم تكون الفور تاعكم شاعل على درجة حرارة 160 درجة مئوية، يعني ما يحبش نار قوية بزاف باش يطيب مليح. حطوه في الرف الوسطاني، نشعلوا له من تحت حتى يحمر، ونعاودوا نشعلوا له من الفوق، مش راح يحمر معنا، يعني جوست ما ينشف هذاك مكان، ونعاودوا نخرجوه. كنخرجوه ما تلحوش ليه خاطر راح يتفتفت ويدقدق، خليه حتى يبرد شويه، ونجيو نلصقوه كيما هكذا بالكونفيتور تاع المشماش. وفي الحواشي راح نديروا له نواس كوكو. مهلا ما تدي وقت، ما تدي تعب، ما تدي جهد، حتى المقادير تاعها اقتصاديه والكميه تاعها بزاف زاكيه. على بالكم بلي الكاطو تاع نشا بلا ما نحكيو عليه راك تمسيه يطيح وحده، وفريمون يجي يذوب في الفم، حاجه بزاف باهيه. وتوالم قهوه حليب سورتو مع العشيه هكذا.
يعني راه يناسب بزاف العيد، خاصة للناس اللي ما يحبوش البريستيج والشوكولا وهذوك لي موسيفيتو. دونك هذه الحلوى راح تناسبهم ولا الكاطو. كما قلنا المقادير تاعو بسيطة، على هذيك تقدروا ديروه في اللحظة الاخرى مرة قبل العيد ان شاء الله. توجور الا كان عجبتكم لاشين تاعي ما تنساوش تخليو لي جام هكذا باش تطلع لاشين، تطلع لا فيديو توصل بزاف ناس واحد اخرين. نبقى نحط لكم دي فيديو صغار ما يتعديوش 10 دقائق، ما يطولوا عليكم ما يتعبوكم. وباش ما تراطيو حتى حاجه جديده ما تنساوش تابونيو وتكليكيو زر الجرس وتبارطاجيو مع الحباب ولا فامي، وبارك الله فيكم.